للحرس الثوري الإيراني للمساعدة في مجابهة الاضطرابات في المدن السورية. وبعدين قام مزود كمان وكتب: لقد مر عام على الثورة تحقق فيه بعض المطالب، أهمها الانتخابات الديمقراطية لمجلسي الشعب والشورى والإعداد للانتخابات الرئاسية التي تقرر فتح باب الترشيح لها يوم 10 مارس المقبل، غير أنه تبقى هناك مطالب أخرى تتعلق بتحقيق طموحات وآمال المواطنين في العيش بكرامة وتحديد حد أدنى معقول للأجور وإلى آخره. فقط قليل من الصبر والحكمة والهدوء والترابط الشعبي الذي ظهر في أكمل صورة يوم السبت الماضي، حينما رفض الشعب المصري دعوات العصيان والإضراب وانحاز إلى سلمية الثورة وثوبها الأبيض. طبعا ثوبها الأبيض ده مش بتاع كتب كتاب الثورة ودخلتها على المجلس العسكري مثلا. العصيان المدني برضه وسيلة سلمية وفعالة، وحسني مبارك ما اتخلعش إلا لما البلد كانت دخلت عمليا في حالة عصيان غير معلن والبورصات العالمية ابتدت تقع وكل الحاجات دي. يا ريت ما حدش يزايد على الشعب المصري ولا يهدده باللي حصل في سوريا وليبيا، لأن كمان ما حدش يحب أبدا إن الشعب المصري يهدد أي حد بمصير القذافي أو مصير بشار الأسد اللي جاي إن شاء الله على أيدين الأبطال السوريين والجيش الحر. فبدل ما نقعد نهدد بعض بأن دول كانوا يقدروا ينسفوا البلد ودول كانوا يقدروا يولعوا في البلد، نعقل كده ونبني مع بعض بلدنا من غير مزايدات.